شوفوا هدول الفيديوهات واسمعوا منيح كلامي. وصلت لمرحلة اني صرت اتخيل ولا حدا يسخى فيك مرة حيسخى فيك 100 مرة، واللي بيجرحك مرة حيجرح. كل المشاكل بحياتنا بتعلمنا، يعني انا تعلمت هاي السنة لا اوثق بحدا. طفولتي كانت متعبة. اسمعوا طريقة كلامي. اول ما فتت على السوشيال ميديا دائما كنت احكي اسم بابا اسم بابا اسم بابا عشان هو مفقود. من وانا قصة بابا انه انفقد، راح على الشغل وما عاد رجع بالحرب يعني. اوكي، ورح اورجيكم فيديو كمان. هذا الفيديو من تقريبا 5 سنين او 6 سنين، والله ما بقى اتذكر، بس من زمان من زمان. شوفوا اسمعوا. وصلت لهون وانا حلمي اكبر بكثير من هون. حلمي اني اكون فنانة كبيرة واني اطلع على مسارح وبيض لكم وجه. اوكي، هل طريقتي تغيرت من هدول السنين لهلا؟ يعني انتوا شفتوا شيء مختلف لما انا مسكت الجائزة؟ يعني عن جد سؤال. لانه في صفحات يعني عم بتنزل ما لقوا عيب، ما لقوا شيء يحكوا فيه، شافوا كرشي مو مبين، شافوا الدرس حلو، الفستان واو، طريقتي واو، صاروا يعلقوا على كلامي، اوكي، او على طريقة كلامي. انا طريقة كلامي هي من 7 سنين، وقصتي الكل بيعرفها. الحمد لله الجمهور فاهم، يعني الجمهور عارف انه هدول الصفحات هدفهم الفيوز والفتنة، المشاهدات والفتنة. اوكي، انا هي طريقتي من سنين، وهي قضيتي، هي قصتي. يعني انا شوفوا كل مقابلاتي بحكي بالقصة. اصلا يمكن انا اكثر حدا بحكي بحياتي الشخصية وقصتي وكيف وصلت لهون. يعني مقابلاتي كلها حكي عن موضوع بابا. بدكم يعني استلم جائزة انا بحلم فيها وما احكي عن هالموضوع؟ يعني هي بالاخر مشاعري، هي طريقتي، وهي الحياة اللي انا عشتها بكل صراحة. فهدول الصفحات ما شافوا عيب، شافوا كل شيء بيرفكت، فصاروا يعلقوا على طريقة كلامي اللي أنا صار لي بحكي فيها من سنين. الجمهور فاهم، بس هدول الصفحات هدف المشاهدات، لا تعطوها هدفها عن جد. يعني حتى لا تعلقوا عليها ولا كومنت ولا شيء، لأنه لما تعلقوا ويستفزكم الموضوع هن بياخدوا هدفهم، بيوصلوا اللي بدهم اياه. فانا حابه احكي لكم هي قصتي اللي حكيت فيها وراح اضل احكي فيها. وحتى حكيتها على فكره وانا عم بستلم الجائزه، قلت انه راح اضل دور عليك بكل خطوه نجاح. عم بحكي لبابا، بكل خطوه نجاح حضل دور على بابا، لانه كل ما حكيت اكثر ممكن لاقي بابا. انتوا يعني ما بتعرفوا، يمكن لاقيه. طول ما انا احكي وعالم اكثر عم تسمع وتشوفني بلاقيه، يعني ليش لا؟ انا عندي امل لحد الان. وبس والله انا هي طريقتي من زمان، مشاعري من زمان. وحتى المسرح، شوفوا المكان، ثواني خليني اضبط الكاميرا. المكان اللي بتكونوا واقفين فيه بلبك، يعني بليز بتمنى تجربوه الصراحه. يعني الناس اللي عم تحكي انه ليك كيف عم تحكي وطريقتها، جربوا طلعوا على المسرح واحكوا، والله بتحسوا قلبكم رح يوقف. يعني بتحسوا جسمكم هيك ومشاعركم متلخبطة وعم بتشوفوا العالم، وعم يعني كتير كتير شعور لا يوصف، وبتشعروا بالخوف بالتوتر. فبتمنى تجربوا هالشي لحتى تحسوا كيف الواحد بحس فوق. اوكي انا طالع على مسارح وهيك بس بغني كذا، بس اول مرة بستلم جائزة وبحكي عن هالموضوع على مسرح، وموضوع كتير يعني كتير حلو بنفس الوقت. يعني بتتلبكوا كتير على المسرح. بس والله انا هذا اللي كنت حابه احكي فيه، لانه عن جد يعني حسيت حالي انزعجت شوي، لانه هي قصتي، هاي الحياه اللي عشتها، يعني شو اغير فيها ما بعرف. فرح ضل احكي عن هاي القضيه، ورح تضل هاي طريقتي طول عمري. وما بعرف ليش الصفحات لما يشوفوا حدا عم ينجح او حدا عم يتطور لازم يلاقوا عيب. خلص ما فيها عيب، لازم نحن ندور حتى نلاقي عيب. والله ما عم افهم، بس الحمد لله الجمهور فهمان، وعم شوف كل كومنتاتكم انه عن جد فهمانين الوضع كيف. بحبكم كثير. I love you.